أهلا بكم مشاهدي الكرام. محمد علي زينهم هذا هو ضيفي وضيف حضراتكم هنا في استوديو قناة النيل. شاب مصري من محافظة الغربية. سننتبه كثيرا أو سنتوقف كثيرا لما سيفعله هنا في استوديو صباح جديد ليوم السبت. هو على موعد مع التاريخ، هكذا قالوا عنه، وسنشاهد ذلك عمليا في تمام الساعة 11 من صباح يوم الاثنين 8 من الشهر القادم. يسعى هذا الشاب وهو من ابن الغربية من مدينة طنطا على وجه التحديد، يسعى لتسجيل اسمه في موسوعة الأرقام القياسية العالمية، والهدف هو ما سيقوم به وتشاهدونه بعد لحظات. ولكن دعوني باسمكم أحيي ضيفي وضيف حضراتكم محمد علي زينهم. أنا طبعا برحب بيك وبشكرك على قبول هذه الدعوة. أولا، إيه اللي هيحصل يوم الاثنين؟ المفروض ان الساعه 11 الصبح، والمكان فين؟ ايه اللي هيحصل؟ احكي لنا قبل ما نبدا نشوف الشغل اللي انت هتعمله عملي ان شاء الله. هو يا فندم ان شاء الله يوم الاثنين انا جبت تصريح بتعاوني انا مع قنوات النيل. جبت هم اللي يعني ساعدوني ان انا اجيب تصريح من قناه دكتور زاهي ان انا العب الموضوع بتاع دوت قدام الاهرامات عشان يكون عامل جذب. انا بعمل ضغط عصبين 2 بايد واحده في الدقيقه، بجيب 50 عده. الرقم او في الدقيقه الرقم او الريكورد بتاع جينيس 8 عدات. صباعين على دراع واحد. صباعين على دراع واحد. تمام. الصباعين دولت بلعب 50 عده في الدقيقه. الرقم بتاع جينيس او الريكورد بتاعهم 8 عدات. 8 عدات في الدقيقه. 8 عدات في الدقيقه. ربنا يديك الصحه. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. هو كان قبل كده سابق، كان في وقت مفتوح الرقم بتاع جينيس، بس ده في وقت مفتوح. يعني ايه وقت مفتوح؟ يعني براحته، يعني مثلا ممكن دقيقتين 3 4. يجيب كام؟ كان بيجيب 20. تمام. انا الحمد لله دلوقتي بجيب في الوقت المفتوح 80. بس هو يعني كل حاجه لازم اكون بتبقى محضر لها من قبليها مثلا بفتره. تمام. برضه لا، بلعب. ما انت ما تهربش، ما انت هتورينا عملي، ما لا تهربش. طبعا. وبلعب ضغط على صباع واحد بايد واحده. صباع واحد بايد واحده. دي المفروض بجيب 45 عده في الدقيقه. في الدقيقه. طبعا لان الفرق في لا، احنا عارفين الفرق كويس. طبعا فرق بين صباعين وصباع بيبقى فيها فرق كبير. وبرضه بجيب 120 عده ضغط على دراع واحد في الدقيقه. دراع واحد. دراع واحد في الدقيقه. طب ممكن تقول لي ارقام تاني؟ صباعين بدراع واحد بتجيب فيهم 80 ولا كام؟ فكرني بارقام. صباع واحد. صباعين بدراع. 2 بدراع واحد مفتوح 80 في وقت 50 اللي هي الدقيقه. تمام. 45 في الدقيقه صباع واحد. في الدقيقه او من غير الدقيقه. هو طيب انا بتجيب كام بالضغط التقليدي اللي هو بالايدين الاثنين؟ ده 2000 عده في الساعه. 2000 عده 2000 عده في الساعه. طب ممكن تقعد تلعب ساعه متكامله؟ لا، هي بيبقى فيها وقت، في بعضها بيبقى فيها راحات. بحط مثلا راحه بعد كل 500 عده. يعني بعد كل 500 عده بتاخد راحه، ودي برضه دي في قواعد جينيس. يعني ضمن القواعد. ضمن القواعد ان انا يحق لي ان انا اخد راحات. بس انا اللي بقيمها انا كوقت او كتوتال، عشان انا الوقت بتاعي ما يسرقنيش. لو انت طب ما انت لو قعدت اخدت الراحه راحه كبيره، ما انت الرقم بتاع جينيس ما هو هيعديك لان هي ساعه. لا، لكن ال 2000 عد ببطن اللي بلعبهم بطن. 2000 عد ببطن او 2200. بس ده في قد ايه دول؟ دول برضه في ساعه. انت مره في قد كده خضت تجارب شبيهه بدي؟ لا مش خضت تجارب، هي في ارقام اوريدي في جينيس، وانا فعلا بسجل الارقام ديت ومسجلها عندي في ميديات. عشان ما يبقاش حضرتك بتكلم كلام كده وخلاص. وهي مرفوعه كمان على النت، يعني اي حد بيخش ويكتب. انا خريج تربيه رياضيه جامعه الازهر 2007. واخد دورات طبعا في الاعداد البدني. دورات من الاكاديميه الاولمبيه، يعني حاجه عالميه معترف بيها في امريكا، في اي مكان في العالم كله، كاعداد بدني كلياقه بدنيه. وطبعا بطل جمهوريه 6 سنين قطاع معهد ازهريه. قطاع المعهد الازهريه. مفيش طبعا مسابقات من النوعيه دي. مفيش اتحاد لياقه بدنيه للاسف هنا في مصر. ودكتور فاروق عبد الوهاب اللي هو انا مؤخرا رحت له والحمد لله. دكتور فاروق عبد الوهاب؟ دكتور فاروق عبد الوهاب دوت الامين بتاع الامين العام لنقابه المهن الرياضيه. اخيرا ساعدني يعني الحظ ان انا اقابل دكتور فاروق، وانسان افكاره الحمد لله لقيت انسان افكاره بتتفق مع افكاري في اتحاد لياقه بدنيه. انشاء اتحاد لياقه بدنيه. لكن انا بدعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يكرمه ان شاء الله ويقدر ينفذ الاتحاد. طب هي في مسابقه عالميه؟ يعني في مسابقه عالميه؟ في مسابقه في البيت الابيض بتتعمل. طبعا ده المعلومات ديت طبعا واخدها من الدكتور فاروق، لان انا ياما دورت بس ما قدرتش اوصل. لكن الدكتور فاروق طبعا اقدر مني في الحاجات ديت. في اتحاد بيتعمل في بطوله تابعه للبيت الابيض، وبتبقى تحت رعايه الرئيس الامريكي في اللياقه البدنيه. لان هم طبعا عايزين يسحبوا شبابهم من المخدرات، الادمان،
الرياضه نفسها بتحسن الانسان. طيب وهي المسابقه دي او مسابقه اللياقه البدنيه ما فيش غير المعاهد الازهريه هي اللي بتعتمدها كرياضه اساسيه او كمسابقات رسميه داخلها؟ هي برضو سمعت ان هي في موجود برضو في المدارس العاديه. بس هي هقول لحضرتك انا اتخرجت اخدت 6 سنين اول جمهوريه. طب بعد ما اخدت 6 سنين اول جمهوريه طلعت اعمل ايه؟ ولا حاجه. لا، واصطدمت كمان بحقيقه تانية ان انا ماليش اتحاد. رجعت قلت يا ريتني لعبت بوكس، يا ريتني لعبت مصارعه، يا ريتني لعبت لعبه تانية. لان انا كل ما اروح الاتحاد يقول لك سنك عدى، سنك طب عدى. انت ما فكرتش تروح للوزارات المختصه، وزاره الشباب او وزاره الشباب والرياضه سابقا او المجلس القومي للشباب رحت حاليا؟ وزاره الشباب والرياضه قالوا لك وقدمت طلب اخد رفض لعدم الاختصاص. وزاره الشباب؟ وزاره الشباب والرياضه ادتني رفض لعدم الاختصاص. طب كنت تروح وزاره الزراعه؟ الرياضه اترفضت في وزاره الرياضه. طيب زي ما في البيت الابيض بيعمل المسابقه، احنا الدايره البيضاء دي بنعمل فيها المسابقه. هتقوم انت احنا هنجرب كل الانواع اللي انت بتتكلم فيها ما عدا البطن، لانها هتطلب انك تنام على ظهرك مده طويله والمكان غير مجهز، لكن هنعتمد على انواع الضغط اللي هتعملها. هتعمل نموذج وتريح ونتكلم شويه وتعمل النموذج الثاني. فتبدا تعقدنا بالتقليد العادي، يعني تبدا تسخن بايدك الاثنين اللي انت بتجيب فيهم 2000 ومش عارف و200 مش عدة. مشكله، اي حاجه مش تفرق. لو حضرتك تحب الصباع ابتدي بصباع واحد وبعدين خليك رفيق، خليك رفيق بيا وبالمشاهد. نبدا الاول بالدراعين الاثنين نشوف هتجيب فيهم كام. انت بتقول 2200 في الساعه. طب خليني حضرتك الاول ابدا بالصباع واحد زي ما انت عايز، وبعدين صباعين، بعدين يعني ايه. طيب زي ما انت عايز، زي ما انت عايز. هتبدا الاول بايه قلت لي؟ صباع واحد. صباع واحد، يلا اتفضل. هو الازاز بيزحلق. معلش ممكن نعيد تاني؟ ولا يهمك ماشي. ولا يهمك، على مهلك على مهلك. لو في مشكله في الجزمه ممكن تقلعها ما يهمكش. والله بتكلم بجد. لا ربنا يستر حضرتك. رب كفايه كده يا استاذ، ما شاء الله عليك، كفايه كده يا استاذ. احنا هنخليها بقى على صباعين اتنين. اتفضل. هترتاح ولا هتعملها على طول دلوقتي؟ لا مش مشكله، على طول. كان المفروض تيجي بلبس رياضي على فكره علشان تقدر تشتغل كويس. مش مشكله. طب عندك اقتراح تاني كويس، عندك اقتراح تاني كويس تحب؟ طب استنى بلاش الازاز، تحب نقعد نعملها على الخشب افضل علشان الجزم ما تتزحلقش؟ طبعا اتفضل. ممكن على الخشب افضل. صباعين اتنين، يلا. كفايه يا استاذ، نهارك ابيض. اتفضل يا استاذ سرايا، اتفضل السرايا. خلينا مع بعض كده احنا بنتكلم. اتفضل يا بيه، اتفضل السرايا، اتفضل يا بيه، اتفضل. اتفضل السرايا، اتفضل. طيب اولا ما شاء الله ربنا يديك الصحه ويحميك، يعني يمتعك بالصحه دايما يا رب، ويديك الصحه وتمثل مصر. المفروض ان مصر تاخد بالها يعني بس ده المطلوب، مش هنقول اكتر من كده يعني. انا هتكلم شويه لحد ما هو ياخد نفسه. المفروض انه يكون في دعم، يعني اذا ما كانش في بطوله دوليه، اذا كان في حد ناجح، او اذا حد عنده هذه القدره البدنيه، واذا كان في مسابقه، واذا كان في تحطيم لارقام قياسيه، امال احنا بنتكلم في ايه وبنقول مصر فيها ايه وبنتكلم على مصر ودعم مصر وقدره مصر؟ ما هو في حد اهو. انا هساله سؤال وانا عارف اجابته، بس انا هنتكلم شويه على رجال الاعمال اللي بيتكلموا